جاهزين للدرس الرابع؟ يلا بينا نبتدي. للي ما يعرفنيش، انا مونيكا ميك اب ارتست، والقناه هنا عموما بتقدم لك فيديوهات مختلفه بقى، توتوريالز ميك اب، ريفيوهات عن منتجات كتير، بنتعلم ميك اب مع بعض، حاجات سكين كير، شعر. فيعني عموما لو انت بنوته ومهتميه بكل الدلع تعالي تتبسطي في القناه هنا. ما تنسيش تشتركي. وموضوع الفيديو بتاع النهارده زي ما قريته كده بره هو درس رابع، يعني في 3 فيديوهات قبل كده ولسه مكملين. دي سلسلة كده فيديوهات دروس بتكون لنا كورس ميك اب كامل، كامل من الألف للياء. كورس ميك اب احترافي مجاني بقدمه على اليوتيوب بناء على طلبكم، وكل فيديو من دول بيكون درس كده بموضوع مستقل في الميك اب، بس ماشيين بالترتيب واحدة واحدة لحد ما تطلعي في الآخر ميك اب ارتست شطوره. لو انت عايزه تدخلي المجال وتشتغلي، او بنوته فاهمه بشرتها وحابه الموضوع وعارفه تحط ميك اب لنفسها حلو، في لايك، في سبسكرايب، في كومنتات حلوه كده، يعني شجعوني. ركزوا بقى معايا لان احنا بندخل في الجد واحده واحده. انا الفيديو اللي فات مهدت لكم هنتكلم عن ايه النهارده، لان احنا ماشيين الخطوات اللي بنعملها في البشره قبل الميك اب وداخلين في الميك اب. والدور النهارده على البرايمرز. والفيديوهات اللي فاتت للي ما شافهمش هسيب لكم اللينكات بتاعتها برده في الديسكربشن عشان تبقوا مجمعين معانا وماشيين واحده واحده مع بعض. دلوقتي البرايمر ده انا اول حاجه عايزه اعرفها عنه هو بيستخدم امتى، لان احنا ماشيين بالترتيب في خطوات تحضير البشره وكده. هو من اسمه برايمر، يعني حاجه بتتحط اوليه، حاجه كده بنبدا بيها في الاول. فالبرايمر بيجي قبل الفاونديشن وقبل اي ميك اب هتبداي بقى خطوات ميك اب فعليه، فبتحطي البرايمر ده الاول. حلو. تاني حاجه عايزه اعرفها، البرايمر ده لانهي منطقه في الوش بيستخدم على ايه بالظبط. احب اقولك ان البرايمر اتعمل منه منتجات لكل حاجه في الوش. عندك برايمر للوش، لتحت العين، للاي شادو، للروج، للرموش. فكل حاجه في وشك اتعمل لها برايمر قبل ما تحطي الميك اب اللي بيتحط على المنطقه دي في الوش. كل حاجه في الميك اب ليها قبلها برايمر، وكل منطقه بيتحط عليها برايمر الاول. دي ليله كبيره قوي سعادتك. هو اصلا بقى ايه البرايمر ده؟ يعني هو ايه لازمته؟ ايه الفايده اللي انا هطلع بيها في الاخر بعد الليله الكبيره دي؟ بصي يا ستي، عموما البرايمر ايا كان هو برايمر لمنطقه ايه في الوش او قبل يعني ايه في الميك اب، ليه 3 فوائد. اول حاجه بشكل عام يعني هو بيهيئ البشره او المنطقه اللي انت بتحطي عليها البرايمر دي قبل ما تحطي الميك اب عليها. فمن ضمن التحضيرات يعني اللي بتعمليها للبشره، البرايمر بيخلي البشره تستقبل الميك اب ده بشكل احسن في الاستخدام. بقى بعد كده لما تحطي الميك اب وفي الدمج وفي الفينش في الاخر بيكون الموضوع شكله احسن كتير. والاهم ان البرايمر بيكون زي عازل ما بين بشرتك وما بين الميك اب اللي انت هتحطيه فيما بعد. فهو بيحافظ على بشرتك ان هي ما تتضرش من منتجات الميك اب اللي انت بتحطيها وتأثر فيها بشكل كبير وتمتص منها كتير وتتأذي. فاهمه قصدي؟ فالبرايمر بيكون الحاجز ده. تاني حاجة بيديها لك البرايمر هي الثبات، ودي من اهم الفوائد بتاعت البرايمرز اللي اتعمل اصلا عشانها، انه يثبت لك الميك اب وقت اطول. اي يعني برودكت في الميك اب بتستخدميه لوحده حاجه، وبتستخدميه قبل منه برايمر حاجه تانية، هتلاحظي ان هو ثابت معاكي وقت اطول كتير. وتالت واخر حاجه هي الافكت اللي بيدهوني البرايمر. يعني انا بستخدم البرايمر ده علشان اعمل معادله للوش اللي قدامي ده، ان انا اوصل بيه لنتيجة أنا عايزاها في الشكل العام في لوك الميك اب. أنا عايزة أوصل لحاجة معينة بس البشرة مش مساعداني، يعني مش مدياني الإفكت ده. فأنا بستخدم برايمر الأول يظبطها لي، يعدلها لي زي ما أنا عايزة، أو في عيوب في البشرة معينة هتضايقني وأنا بحط الميك اب فيما بعد. أنا عايزة أوصل للبشرة وللوش للمثالية شوية، فالبرايمر بيعدل لي ده قبل ما احط الميك اب بتاعي. وطبعا كل منطقه ليها برايمر بيديني فايده معينه، في انواع كتير للبرايمر كل واحد فيهم ليه فايدته. طيب علشان تبقوا ملمين بالموضوع اكتر وتفهموا ال3 نقط دول بشكل احسن، سريعا هكلمكم عن البرايمر بتاع كل منطقه من دول: الرموش والاي شادو، هنا الجفن، تحت العين، الشفايف، الوش. كل برايمر من دول اولا هحط لكم صور ارشح لكم افضل الانواع اللي فيهم، وهنتكلم عن ال3 نقط في كل منطقه.
نبدأ مثلا ببرايمر الرموش، وهو بيكون شبه الماسكارا بالظبط بس شفافة. عارفين ماسكارات الحواجب الجل الشفافة دي؟ شبهها، بس طبعا الفورمولا مختلفة ومخصص للعين، هو معمول برايمر للرموش. طيب احنا قلنا البرايمر عامة بيديني 3 فوائد. اول حاجة بيهيئ البشرة او الوش او عموما المنطقة للميك اب اللي انا هحطه. طب انا بتكلم عن الرموش، يبقى انا هنا هحط ماسكارا، هو بيهيئ لي الرموش للماسكارا، بيبقى زي عازل كده، حاجز ما بين رموشي وما بين الماسكارا. اذا هو هيحافظ لي عليها ان هي ما تتاذيش من الماسكارا دي، رموشي تقع وتتبهدل وانا باجي امسح الماسكارا لو هي صعبه او حاجه. طيب تاني حاجه هو بيخلي الثبات، يعني بيخلي اي حاجه احطها بعد كده ثابته، اذا الماسكارا دي هتبقى ثابته معايا وقت اطول. تالت حاجه الافكت اللي هو بيدهوني، ايه التاثير في الشكل في الاخر اللي انا هوصل له. بتدي كثافه للرموش اكتر لما بتبقي حاطه برايمر وتحطي بعد كده الكوت بتاع الماسكارا، وخصوصا برضو لو هي ماسكارا بتدي كثافه وهكذا، فانت بتوصلي في الاخر الفينش بتاعك البرايمر بيساعدك ان يديكي كثافه للرموش اكتر. فلو انت مش بتحبي تركبي الرموش، الكلاينت بتاعتك مش هتركب رموش، انت شايفه ان الرموش خفيفه، فبتلجئي للبرايمر ان هو يساعدنا في ده. اما البرايمر اللي بيتحط فوق العين هنا على الجفن، البرايمر بتاع الاي شادو، قلنا هيديني 3 حاجات عموما. هيهيئ لي المنطقه دي للميك اب اللي هيتحط عليها، هيبقى عازل، ودي حاجه مهمه خصوصا في المنطقه اللي حوالين العين دي، لان الجلد فيها بيكون رقيق قوي ومش مستحمل واحنا هنقعد نحرك هنا كتير وهنحط اي شادو وبتاع ونعمل بسبونج وفرشه وهتحطي برودكتس. فالبرايمر هيحافظ لك على المنطقه دي. تاني حاجه وهتلاحظيها بشكل كبير، انك لما بتحطي برايمر قبل الاي شادو، قد ايه الاي شادو بيكون فعلا ثابت معاكي الوقت اطول وبنفس قوه اللون، يعني ما بيبداش اللون يهدى كده مع الوقت، لا كانك لسه حطاه دلوقتي. وتالت حاجه الافكت اللي بيدوني البرايمرز، اغلب البرايمرز بتاعت الاي شادو بيكون فيها لون، فبتوحد لي الجفن لو في غمقان او حاجه فبتكنسلوا لي، فبيبقى الجفن كله لون واحد. وده بيخليني لما اجي احط بعد كده الميك اب، اللون بتاع الاي شادو زي ما هو باين في الباليت هيبان فوق عيني، اللون مش هيتغير، مش هيبقى هنا شكل وهنا يبقى بهتان او اتغير شويه، لان هيتحط على الغمقان. لو حطيتي الاي شادو على عينك على طول زي ما هي من غير بيز الاول، من غير البرايمر، اللون قوه اللون مش هتبقى ظاهره ومش هتبقى صح زي ما هي في الباليت بتاعه الاي شادو. لكن لما بتحطي البرايمر اولا بيعزز اللون كده، بيبينه بيجمنتد وواضح، ومش بيغير لك درجه اللون اللي موجوده في الباليت. وبما اني لسه قايله ان المنطقه اللي حوالين العين دي الجلد فيها بيبقى رقيق، واتكلمنا عن البرايمر اللي فوق العين، نتكلم بقى عن البرايمر اللي تحت العين. الجزئيه دي كتر الميك اب ما هتحطيه فيها وكتر ما هتبقي عنيفه وانتي ابلاي الميك اب ده، الخطوط التعبيريه والتجاعيد هتظهر بشكل اسرع وهتبقى اقوى فيما بعد. فالبرايمر بيحافظ لي على الجزء اللي تحت العين ده انه ما يتاذيش من الميك اب. البرايمر بيخلي الكونسيلر والمنتجات اللي انا هحطها تلزق هنا وتبقى ثابته بشكل احسن. وكمان الافكت بتاعها انه بيكون انعم، لان عاده البرايمرز اللي تحت العين بيكون فيها ترطيب شويه، فبتخلي كمان الدمج والفنش بتاع الميك اب والخطوط باينه اخف وانعم. طيب وبرايمر الشفايف، بصي برايمر الشفايف بيكون شكله برضو شفاف، وبيتحط في الاول قبل الابلاينر والروج وكل الكلام دوت، بيحافظ لك على شفايفك ان هي ما تنشفش وتشقق وتقشر فيما بعد، خصوصا لو انت هتستخدمي ارواج تقيله ومات. تاني حاجه بيثبت لك برضو الروج وقت اطول. وكل بقى برايمر والافكت بتاعه على حسب انت جايبه برايمر للشفايف يعمل لك ايه. في بيعمل بلامبنج كده شويه، يعني تحسي ان الشفايف اتنفخت كده او ممتلئه، في بيكون في ترطيب بيخلي شكل الروج في الاخر احسن وانعم، خصوصا لو هو يعني مات الفينش بتاعه مش كريمي، فما يبقاش ناشف قوي ومشقق كده الشفايف. نيجي بقى للبرايمر الاخير وهو الاشهر وسط كل البرايمرز، وهو برايمر الوش. ده بقى بيجي في صور كتير، اشكاله متعدده، يعني ممكن تلاقيه في شكل علبه كده زي الفاونديشن الموس، ممكن يبقى في تيوب او زي الازاز بتاعه الفاونديشن بالبامب، ممكن يبقى حتى في شكل ستيك او بيترش سبراي. هو اشكاله كتير، والفورمولا بتاعته برضو بتختلف، ممكن يبقى شفاف، ممكن يبقى جل، ممكن سيليكون او كريم لونه ابيض او زي الموز زي ما قلت لكم. فهنيجي للنقطة دي، بس خلينا متفقين ان البرايمرز بتهيئ
البشره للميك اب. فالبرايمر بتاع الوش ده بيمهد للفاونديشن اللي هيتحط فيما بعد، بيخلي الابلاينج اسهل، بيخلي الفينش في الاخر شكله احسن وانعم. والسبب الرئيسي اللي اتكلمنا عنه اللي اتعمل عشانه البرايمر بتاع الوش هو الثبات. بيخلي الفاونديشن يمسك كده فيه، يلزق، فبيكون ثابت وقت اطول. واصلا احنا بدأنا ببرايمر الوش وبعد كده طلعوا بقى البرايمرز التانيين دول، حتى برايمر للضوافر وغيره يعني. نيجي بقى عند الافكت اللي هنقف عندها سيكا كده. كل برايمر ليه الافكت بتاعه، لان زي ما قلت لكم هم انواع واشكال كتير، فانت بتقري الحاجه اللي على البرايمر، وانا هرشح لك انواع برضو كتير اسهلها عليكي، وبناء عليه بتختاري انا بشرتي محتاجه ايه، فبناء عليه هشتري انهي برايمرز من دول. العميله اللي قدامي فيه عيب معين عايزه اداريه، في نتيجه معينه انا عايزه اوصل لها، فهستعين ببرايمر عامل ازاي. يعني لو انا البشره عندي جافه جدا وما فيهاش اي لمعه صحيه، وانا لسه هحط برضو فاونديشن وباودر وحاجات هتقفل لي البشره اكتر، فانا محتاجه امدها او اعمل معادله للبشره ان انا اوصل بيها للحاله المثاليه بتاعتها. هي عندها نقص في الحته دي، ان هي جافه وفاقده للمعان يعني. ففي برايمر بيديني ده، بيبقى البرايمر ده هدفه ترطيب زيادة للبشرة، وفي برايمرز بتبقى عبارة عن جلو بس كده للبشرة. فلما بتحطي بعد كده البرودكتس بتاعتك وترشي الفاكس سبراي فبتلاقي الفينش انت وصلتي للنتيجه اللي انت عايزاها وصلحتي الحته دي في البشره. عاده بتبقى البرايمرز دول كريم لونه ابيض، او لو هي جلو بس مش ترطيب وجلو بتكون جلوي شايني، على حسب انت جايباها على روز جولد سيلفر ايا كان يعني. على العكس تماما عندي بشره تانية دهنيه بتفرز دهون وزيوت، ده مش بشره بقى فيها لمعه صحيه، لا ده هي شكلها مدهن ومزيت وعرقان كده. الشكل ده مش بيكون احسن حاجه في التصوير، بيخلي الميك اب ما يكونش ثابت معاكي ويتحرك بسهوله. فانا محتاجه حاجه قبل ما احط الميك اب تعمل لي كنترول للاويلز اللي بيفرزها وشي. محتاجه تتحكم لي شويه، تعمل ماتيفاينج كده، يعني تخلي البشره مات، الحتت اللمعه دي تقفلها لي. فالبرايمر هو اللي بيعمل لنا ده، بتحطيه على الحتت الشايني في الوش، اللمعه دي تختفي، يقلب معاكي لمات. عادة برضو البرايمر ده بيكون الفورمولا بتاعته جل. نيجي بقى للنوع الاشهر جوه برايمرز الوش، هو برايمر المسام. زي ما اتفقنا ان البرايمرز بيعملوا لي معادله ان انا اوصل بالبشره لاحسن حاجه، يعني للعاديه، لنوع البشره العاديه لو هي جافه قوي او هي دهنيه قوي او كده. وكمان بيعدلوا لي العيوب اللي في البشره، في مشاكل معينه انا محتاجه اكنسلها كده واظبطها قبل ما ابدا في الميك اب بتاعي. من ضمن المشاكل دي المسام الواسعه، ولو انت مش عارفه يعني هحط لك برده صور. المسام الواسعة عادة بنقابلها مع البشرات الدهنية والمختلطة دهنية مع اي حاجة تاني، احنا اتكلمنا في الانواع قبل كده، فانتي مفروض مجمعة معايا يعني. المهم ليه عادة بنقابلها مع انواع البشرات دي؟ لان دي اللي بتكون المسام اغلب الوقت مفتوحة، لان هي اغلب الوقت بتفرز وبتطلع دهون وزيوت، وغالبا بنلاقيها في الجزئية دي، الانف وكده وفي الجناب، ممكن اوقات هنا وهنا. تمام، بنلاقي المسام الواسعة دي البشرة الجافة مش بتعاني منها قوي. وكمان لو انت عندك ندبات، هحط لكم برضو صور بتبقى حفر كده في الخدود. طب انا دلوقتي لو حطيت الفاونديشن على طول من غير ما اصلح المشاكل دي، الفاونديشن هيبقى عامل زي لو جبتي ارض فيها حفر وجيتي رميتي عليها الميه، مش هتمشي، هتنزل، هتضطر تنزل جوه الحفر دي. او زي لو كان عندي برتقان كنت عملت لكم الموضوع ده. البرتقانه برضو التكتشر بتاعها كده من بره شبه البشره اللي فيها مسام، لان هي يعني فيها حفر، نقط محببه لجوه كده نقط. فلو حطيتي الفاونديشن على طول هيبقى الشكل مش احسن حاجه، هيبقى ستيل باين الحفر النقط دي. فبنحتاج حاجه تملاها لي يعني علشان تشتغلي على سطح مستوي شويه. فده بقى الفايده بتاعه برايمر المسام. عاده بيكون سيليكون وبيتحط بالضغط كده في المنطقه اللي فيها المشكله دي، بس ما بيتحطش على كل الوش. عشان كده بقول لك كل برايمر وفايدته،
بناء عليه بتشوفي انت هتستخدميه فين. اللي هيتحكم لي في الشايني وفي الدهون وفي اللمعه هحطه على الحتت اللي بتلمع في الوش. التاني اللي هيديني ترطيب ولمعان ممكن احطه على وشي كله لان وشي كله جاف. الجزء البرايمر بتاع المسام هحطه على المنطقه اللي فيها المشكله دي بتاعه المسام بس. وبيتحط بالضغط كده علشان تتاكدي ان هو اترستق كده، يعني ست جوه المسام، مش بحركات دائريه ونفرك ونطلع وندخل فيه. لا، انا عايزه بالطبطبه كده وبدوس ادخل البرايمر ده يملالي الحفر دي. بس خلينا متفقين ان هو مش سحر، يعني لو المسام واسعه بزياده او انا عندي الندبات دي الحفر عميقه وواسعه، البرايمر مش هيملالي كل ده، يعني عشان برضو ايه ما نعليش سقف طموحاتنا قوي ونقول ان البرايمر هيطلعنا بشره ملساء زي البيبي. لا، هو بيعدل شويه، بيحسن لي شكل البشره. لو الموضوع بسيط هنقدر نظبطه بالبرايمر، بس عشان برضو بتجيلي كلاينت لا الموضوع عندك اوفر، فلا ده محتاج جلسات. انا مش من نص ساعه هحط لك ميك اب هجيب عصايه سحريه ترى نطلع بقى فله، لا ده مش بيحصل. وطبعا مش محتاجه اقول ان برايمر المسام واي برايمر من دول لما بنيجي نحطه على البشره او اي برايمر بنحطه على الوش، احنا ما بنبداش في الميك اب على طول، ما بنحطش الخطوه اللي عليه فوقيه، لا 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 لا، لازم تسيبي وقت، لازم تخلي البشرة تتعامل كده معاه وتمتص ويركز جواها. مش احط المنتج اللي بعد منه فوقيه وهو يبقى لسه ما ثبتش فنبقى طلعناه من مكانه فيندمج مع الحاجة اللي انا لسه حطاها فنعمل عجين وفرولة والدنيا تتبهدل معنا. فاي برايمر في اي منطقة في اي حاجة انا قلتها او لسه هقولها لازم تسيبيها وقت، زيها زي البريبريشن اللي اتكلمنا عنه للبشرة قبل كده. ما بين كل حاجة انا بستنى كده دقيقتين 3 الدنيا تستقر. وعندك بقى البرايمر اللي ما بيتفهمش في الثبات، يعني ده بقى شغله الشاغل او الوظيفة الاكبر والاهم من استخدامي ليه ان هو يثبت لي الفاونديشن والميك اب كويس قوي. وده بتبقى سماته برايمر ملزق، بتيجي تحطيه كده على البشرة وتستني دقيقتين تحسي بقى بشرتك بتمط كده، مع تحطي صوابعك بتطلع بالراحة، البشرة ملزقه تاكي كده. فده طبعا هتحطي الفاونديشن هيمسكوا كده بغيره مع بعض، فده لو انت عايزه ثبات رهيب هتجيبي ساعتها البرايمر ده. واخر نوع في البرايمرز هو البرايمر اللي فيه لون، وده برضو بيستخدم في الوش من ضمن البرايمرز بتوع الوش. تلاقي كده كل برايمر ليه لون مختلف، في اللي لونه بينك، في اللي لونه اخضر، في طب انا دلوقتي دول هستخدمهم في احنا اتفقنا ان هم بيساعدوني ان انا اصلح مشاكل وعيوب في البشره واوصل في الاخر لبشره متوحده اللون وشكلها هيلثي وكل حاجه. طيب انا عندي مشكله بقى بوجه عام على نطاق واسع، لان ده برايمر بيستخدم للوش كله، ركزوا عشان ما تتلخبطوش بينه وما بين الكوركتور. البرايمر ده انا بستخدمه للوش، فبستخدمه في مكان اكبر على نطاق اوسع. مشكله في الوش بوجه عام، البشره كلها بهتانه، ما فيهاش لون، شاحبه كده يعني. انا دلوقتي البشره كلها محمره معايا زي الملتهبه او الشمس او الحر فمحمره. فانا دلوقتي عندي مشكله بشكل كبير، فبستخدم بقى البرايمر. خلينا متفقين ان البرايمر اللي فيه لون ما بيبقاش بيجمنتد قوي، بيبقى اللون ده على خفيف، فبوزعه على البشرة او على الجزء الكبير اللي فيه المشكلة دي، وببدأ بعد كده احط خطوات الميك اب بتاعتي. هحط لكم صورة فيها برايمرز بالالوان بتاعتهم وايه العيب اللي في البشرة انا محتاجه له لون عامل ازاي علشان يكنسلهولي يعني ويظبطه. هل بقى البرايمرز حاجة اساسية في الميك اب لا غنى عنها؟ لا يا بترغي بالك ربع تلت ساعة ولا ومزهقانة وبتاع، وفي الاخر هو مش حاجة اساسية. بس انا هفهمك يعني من غير ما تجيبي حاجة تطحيني في وشي. لازم انا اقول كل حاجة، لازم انتي تبقي عارفة كل حاجة، استخدمتيها ما استخدمتيهاش دي حاجة ترجع لك، بس انا عداني العيب وازح. انا زي ما قلت لك اقول لك كل حاجة في الكورس ده تبقي عارفاه. كاستخدام شخصي انت مش لازم تحطي برايمرز كل مره بتحطي فيها ميك اب، هو مش حاجه اساسيه. انت تقدري تثبتي الميك اب بالباودر بالسبراي يعني. انت كاستخدام شخصي نازله بسرعه واحده غلبانه انا بحط حاجات بسيطه وانا رايحه الجامعه الشغل خارجه او مشوار عادي، فالكام حاجه اللي احطها في الميك اب دول مش هقعد احط لها برايمرز واطول الخطوات على نفسي، وانا مش محتاجه ثبات رهيب، مش محتاجه فينش فظيع.
لا يعني فمش شرط احط برايمر على طول، او حتى لو حاطه مناسبه، لو رايحه مناسبه يعني هما ساعتين صد رد يعني، فمش فارق معايا برضو ان الثبات يبقى مميت يعني، فمش هحط ساعتها برايمرز. او ما عنديش مشاكل اوفر في البشره عايزه اداريها او كده، ساعتها مش هحط برايمرز. الى جانب ان كتر استخدام البرايمر خصوصا الجل والسيليكون اللي فيه سيليكون اللي بيستخدم للمسام تحديدا، كتر استخدامه غلط يعني هيجيب نتيجة عكسية، ان هو هيوسع اصلا المسام وهيخلي شكلها اوحش. فده بنوفره كده يعني، نريح بشرتنا ونخلي البرايمرز للحاجة اللي مستاهلة، للمناسبات والحاجات الكبيرة اللي عندنا. لكن انت كميك اب ارتست بقى، ايوه تتفرجي على كل الوقت اللي فات ده وتركزي لي، لانك لازم هتشتري برايمرز ويبقى معاكي، لان انت بتحطي بقى ميك اب لكلاينت هي عندها مناسبة، او هي عروسة خطوبتها او عروسة او كاتبة ايا كان، هي فارق معاها شكلها في اليوم ده يبقى فظيع، فعايزين نوصل لاحسن حاجة ممكنة، فهستعين ساعتها بالبرايمرز. هي واحدة عايزة الميك اب يبقى ثابت معاها وقت طويل، وفي تصوير وفي مثلا حر وفي لا غنى عنه بقى ساعتها. فكميك اب ارتست مهم، لكن كاستخدام شخصي بتستغني عنه عادي، هو مش حياة او موت في الميك اب، في حاجات تانية بتأدي الغرض والدنيا بتمشي يعني. كده احنا خلصنا